السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من قناتكم المواطن المصري، او ان شاء الله اللي هنغيرها باسم عصام الطيب. بس انا اتمنى بقى طبعا قبل ما تشوف الفيديو يعني ادعمني كده باللايك او اشترك في القناة او اتفرج على الفيديو، عشان اليوتيوب في بينه وبينهم كده ايه، خلاص انا بعتذر اليوتيوب، يعني انا هنعتذر القناة دي خالص لان هو لغى الارباح. وطبعا عشان الفيديوهات اللي بتنزل على الستوري بيقول لك لا اصل الفيديوهات مش تبع الفيديوهات، اصل مش عارف الفيديوهات دي ايه، يعني اصبح معقد عشان الارباح. انا مش عايزين منك ارباح، احنا رايحين على منصات تانية ان شاء الله وهنربح منها وهنسيب لك اليوتيوب كله. النهارده الحلقه بتاعتنا هنتكلم عن موضوعين. اول حاجه طبعا خلصت الحكايه، محمد عادل ونيرة اشرف انتهى الموضوع. الموضوع بتاعنا التاني، الشق التاني في الحلقه هنتكلم عن الست اللي هي كانت لابسه فستان ازرق وقعدت ترقص في الفرح، يعني ايه. فطبعا احنا هنتكلم عن الموضوعين دول. واول حاجه خلينا نخش كده على بدايه حلقتنا. بس قبل ما نبدا عاوزك بقى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ويعني تتفرج على الفيديو عشان نبدا معانا الحلقه وتشجعنا كده، عشان لو عجبتك الحلقه تستمر، ما عجبتكش خلاص. ما المهم تعالوا بقى نبدا. اول حاجه في حلقتنا، انتهى او اسدل الستار او انتهت القصه خلاص، اللي هي 365 يوم محمد عادل نيرة اشرف. محمد عادل اتعدم النهارده وسلموا جثته لوالدته واهله، وطبعا لسه قاريين خبر ان والدته فقدت النطق وودوها مستشفى خاصه، يعني هتحصل ابنها الله يرحمه. طبعا احنا كنا عارفين قصه نيرة اشرف ومحمد عادل، ومش يعني انا بسرعه ان هو من بقاله سنه زي الايام دي كده استناها عند الكليه وراح ذبحها، وطبعا ناس هجمت وناس ايدت وناس ناس يعني قالت ايه لا ده يطلع براءه وطب ياخد الديه مش عارف ايه، وطبعا في نقض وحكم عليه بالاعدام ونقض ومش عارف ايه. ومهم في النهايه ايه، محمد عادل اعدم النهارده خلاص انتهى الله يرحمه. طيب انا جاي النهارده مش هتكلم في الموضوع ده، خلاص ان هو راجل بين ايد ربنا. انا جاي اوجه رساله الى شبابنا، الى اولادنا، الى اخواتنا. طول ما انت لسه طالب وبتدرس وبتاخد مصروف من بابا وماما، فبلاش يا حبيبي تقول احب. الغي قاموس الحب ده، يعني يعني ورقه الحب دي اقطعها لحد ما تقف على رجلك وتبني نفسك. ما تستناش في الزمن ده ان اهلك هم اللي يبنوك، الله يكون في عونهم. اهلك بيتعبوا في الجنيه عشان يجيبهولك، اهلك بيتعبوا قوي، يعني ممكن يجيب لك الجنيه بالذل والاهانه ويعني عايز اقول لك ممكن يشحت عليك. ايه رايك بقى؟ عشان يكسيك وياكلك ويشربك ويلبسك ويجيب لك كتب ويصرف عليك في المدرسه والدروس وملازم، ولو انت في كليه لو انت في ثانويه عامه. فبلاش تقول حب ايه حب ايه يا حبيبي على الست. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه قبل عارف معنى كلمه حب ايه؟ بلاش موضوع الحب ده. انت لسه ابني نفسك وتعرف ازاي تصرف على اللي بتحبها وتصرف على عليها وتفتح بيت ولا حب. بس مش لسه بتاخد مصروف وتقول احب. هتحب وانت في مراهق نصيبك زي محمد عادل او غيره، يعني في محمد عادل كذا قصه حصلت دلوقتي. وبعد كده لا اما تتجن خلاص شكرا وتقول نعتبر حسابك من ايه يعني كده انت بكده الحالتين مستقبلك ضايع. طب ليه؟ يعني فهمني ليه؟ ايه اللي انت استفدت بيه يعني عشان خاطر تقول حب ومش حب؟ او محمد عادل مثلا الله يرحمه استفاد ايه؟ يعني خلاص. وبعدين معلش، هو انت دلوقتي هو احتراما للبنات يعني مفيش واحده تقدر تفتح بيت يا ابني او تشيل اسمك او تشيل مسؤوليه. البنت اللي ماسكه الموبايل دلوقتي 24 ساعه وتكلم فلان وتكلم علان وتتصور على الموبايل وتنزل لك الصور كل شويه صوره سيلفي مش عارف صوره ايه، وتنزل لك الصوره على الموبايل وعلى الانستجرام وعلى الفيس وعلى التيك توك وترقص لك على التيك توك. دي تفتح بيت؟ دي شيء مسؤوليه؟ هتقول ايه؟ انا اتجوزت واحده كانت عارضه جسمها وعارضه لحمها على النت، وكانت بيبعتوا لها كومنتات وبيبعتوا لها ورد وقلوب. انت معلش هتبقى انت كده راجل؟ لا انت والله مش تبقى راجل، هتبقى حاجه تانية كده مش عايز اقولها لك، بس بعد الفيديو اقول لك الفيديو انت بقى ايه. طيب انا بقى يعني محمد عادل
مش هقول لك ان انا زعلان على موته، لا فرحان، يعني مش هقول لك زعلان لا ولا فرحان. يعني الراجل ده كان يستاهل. يا محمد يا عادل الله يرحمك، يا اخو البنات يا راجل، يا ملو هدومك، يا اللي كنت بتخاف على اخواتك البنات من النسمه والهوا الطاير، تقوم دلوقتي ها بعد ما معلش. يعني انت عارف كانت الله يرحمها كانت ايه وعباره عن ايه، وشفت جبت صورها ومش عارف جبتها منين وكانت بتعمل ايه. الله يرحمها اله من الله مستحق، هي خلاص بقى عند ايد ربنا بقى، وربنا بقى بيحاسبها دلوقتي. تقوم برضه مصمم وتضيع مستقبلك عشان خاطرها، واهلها مش عارف لبسوك قميص نوم وعملوا فيك ايه وسووا فيك ايه. الله، واهلها يتفضلوا، واختها مش عارف في الهرم كانت عامله ايه. يا راجل يا راجل يا راجل، فين عقلك فين عقلك انت يا محمد يا عادل. عموما هو خد نصيبه وهي خدت نصيبها، عند الله دلوقتي بتحاسبه. ما اقدرش انا احاسبهم ولا حد يقدر يحاسبهم، لهم من الله ما يستحقوا ولها من الله، لهم من الله ما يستحق ولها من الله ما تستحق. الله يرحمهم الاثنين. نقفل القصه دي خلاص. القصه الثانيه بقى، واحده ست جالها فرح من يومين وحبت ترقص رقصه كده، ورقصت وتلولبت في الرقص كده وايه واتمردغت في الرقص كده. ومهم عملت ايه؟ عملت نمره. واحد من ولاد الحلال راح صورها بالموبايل وراح ايه نزلها على ايه، على كل مواقع التواصل الاجتماعي. قال كده ان هو يعني كده حلو يعني. لا يا حبيبي انت والله مش حلو، انت انسان قذر انك تفضح واحده. هو احنا بقينا خلاص نروح فرح ونصور ونشير؟ يعني انا دلوقتي انا بحب اروح فرح ارقص، اداني اروح اقعد في فرح اعمل كده اهو. مش عاوز ارقص، هرقص ايه؟ ما انا هتصورني وهتفضحني، وتفضحني ليه؟ ما هي مش فضيحه، انا فرحان. اسمه فرح، اسمه فرح، اسمه فرح. نقول تاني اسمه فرح. ربنا يفرحنا. ايه يعني كان عندها زي برضو مدرسه بتاعت المنصوره لما حبت ترقص وفضحتوها. يا اخي حرام عليكم يا اخي، في ايه بالظبط؟ هو انتوا ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ هو ده حاجه حلوه يعني؟ خلاص اصور واشير بقيت حاجه حلوه لما تخرب بيتها وتخرب بيت اي حد؟ ايه اللي حصل؟ وبعدين هي ما غلطتش، هي رقصت، كان عندها كبت شويه يا اخي ورقصت، ايه المشكله يعني؟ عيب؟ حرام يعني. انا قلت كلمتين على الفيس برضو لله، وفي ناس هاجمتني وفي ناس ايدتني. مش كده؟ الله، ما تروح ترقص وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. خلينا بقى العقليه يا ايها المصري، بلاش بقى العقليه يا ايها المواطن المصري، بلاش العقليه المتخلف. انت متخلف، انت انسان متخلف. شوف بره في تحضر طبعا اخواننا السلفيين واخواننا الاخوان ومدين لها على لعنه الله وعليها ما لا تستحق، وانا يعجبك هذا القصاص من هذه السيده. وايه اللي حصل يا جدعان؟ حاطين لها المشنقه، هتخربوا بيتها في ايه؟ ما تسيبوا الست في حالها يا جماعه، وتسيبوا الناس ترقص. اسمه فرح، خلاص نروح نشغل قران في الفرح، نشغل قران ونعمل كده اهو. ايه يا جماعه؟ العريس بيرقص، العروسه بترقص، نصورها ونشير؟ ده ايه ده؟ ده ايه اللي احنا وصلنا له؟ والله قله عقل وقله دين وقله كل حاجه. وربنا يهدينا جميعا. اتمنى بقى يعني عشان ما اطولش عليكم، لو شفتوا اللي عجبكم الفيديو يعني ادعمني بلايك كده واتفرج على الفيديو وشوف كده وينصرني على الحرب اللي انا مع اليوتيوب ده. واشكركم واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.